ما تنساش يا محمود بقى تبقى تمسح المكالمات اللي ما بيننا النهارده. والشات كمان. انا بعت لك رسائل. خلي بالك بقى، علشان يعني لو حد مسك موبايلك. كويس انك فكرتيني يا حبيبتي. انا كنت ناسي خالص الموضوع ده. ربنا يكملك بعقلك يا رب ويخليكي ليا. هي دي بقى التحذيرات اللي انا بقولها لجوزي في كل مرة يبقى عندي. اه، ده جوزي. علشان مراته الأولى تفضل مش عارفة إنه متجوزني. ما أنا الزوجة التانية يا جماعة. بس يا ترى بقى الوضع ده هيستمر كده ولا هيتغير؟ هو ده اللي هنعرفه لما نبدأ نحكي حكايتنا. بس الأول بدعوكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبنا نبدأ حكايتنا. أنا علا، عندي 30 سنة وبشتغل في شركة كبيرة قوي وناجحة جدا في شغلي. بس طبعا احنا عارفين إن الدنيا مش بتدينا كل حاجة. قصاد نجاحي في شغلي ده الوقت عدى وفات وسرقني، ولقيتني بقى عديت ال30 وأنا لسه حتى ما اتخطبتش. وفي يوم كنت في اجتماع مع مورد بيتعامل مع شركتنا، وده اللي حصل وقتها. احنا طبعا بنتشرف إن حضرتك تتعامل مع شركتنا. أكيد يعني حضرتك ليك اسمك في السوق، ودي إضافة لينا. ده الشرف ليا أنا أنسة علا. أنت شاطرة جدا، وإن شاء الله التعاون ما بيننا هيكون مستمر. من أول ما دخل عليا واتكلمت معاه، مع إنه كلام في الشغل وبس، لكن أنا حاسة إني غصب عني مشدودة جدا ليه. راجل لابق كده، محترم، شخصيته قوية، وليه هيبة، حاجة كده شدنا ورنا تتشد لها أي بنت. وبحكم بقى التعامل في الشغل ده بقينا بنتكلم كتير قوي. وبعد شهرين لقيته في يوم بيقول لي: علا، أنا معجب بيكي قوي، وأنا مش بتاع لف ودوران. أنا عاوز أتقدم لك. أيوة يا محمود، بس أنت إيه؟ علشان متجوز يعني ومعايا ولاد؟ أنا راجل مقتدر والحمد لله، وأقدر أفتح بيتين، وهيبقى ليكي كامل حقوقك. أنا مش عاوزك تقلقي خالص. أنا حبيتك ومش متعود أعمل أي حاجة غلط. أنا عاوزك في حلال ربنا. محمود، أنا كمان مرتاحة لك قوي، بس أنا قلقانة. أوعدك يا علا، أوعدك عمري ما هخيب ظنك فيا أبدا، وهتعيشي معايا أحلى أيام عمرك. أنا والدي متوفي، ولما عرضت الموضوع ده على ماما كان ده ردها: إيه؟ زوجة تانية يا علا؟ انت اتجننتي يا بنتي ولا ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ يا ماما، محمود راجل كويس قوي وانسان مقتدر ماديا. يا اختي انا مالي بيه؟ انا بتكلم عنك انت. زوجة تانية يا علا؟ ليه يا حبيبتي؟ ناقصك ايه؟ هو انت عارفة معنى الكلمة دي ايه؟ يعني ايه يا ماما؟ معناها ايه؟ زوجة تانية يعني هتبقي درجة تانية، وفي كل حاجة، في كل حاجة بمعنى الكلمة. عمر فرحتك ما هتبقى كاملة. هتعيشي كل حاجة متدارية علشان محدش يحس بيكي ولا بوجودك. يا ماما، هو بس مراته اللي مش هتعرف حاجة، لكن هو هيتجوزني رسمي، وأهلنا وصحابنا كلهم هيعرفوا. يا علا، انت يا بنتي شايفة الموضوع من بره وبس، لكن أنا شايفة اللي جاي قدامي يا بنتي، شايفاه كويس قوي. أنا نصحتك، أرجوكي فكري في كلامي، ما تخلينيش أضطر أقولك انت حرة وتفتكري بقى كلامي ده كويس بعد كده، لأن أكيد هتمري بيه. ولا همني. أنا بصراحة مركزتش في كلام ماما خالص. كل اللي أنا عاوزاه هو إني أبقى مرات محمود، الراجل اللي أنا اتمنيته من دنيا كلها، اتمنيته من قبل حتى ما يطلبني للجواز، هو اللي طول عمري بحلم بواحد زيه. واتجوزنا، وفعلا عشت معاه أجمل أيام. طيب وحنين وكريم، بيحتويني بجد جدا. بس اكتشفت بقى بعد أول أسبوع يعني في حاجات كده بدأت تظهر لي. يعني
بتخليني أعيد حساباتي. وفي يوم كان عندي محمود، وده اللي حصل. وحشتيني يا حبيبتي قوي، عاملة ايه؟ الله، ايه القمر ده بس، ايه الحلاوة دي كلها؟ انت كمان يا حبيبي، وحشتني قوي، ووحشني كلامك الحلو ده. يلا بينا، تعالى نتغدى، انا محضره لك كل الاكل اللي انت بتحبه. يلا يا حبيبتي، بس هتغدى وانزل على طول، يعني قدامي حوالي ساعة كده. بصيت له كده وسكت، وقلت ما بيني وما بين نفسي: ساعة؟ ساعة يا محمود؟ وبعدها اتغدينا، وبعد ما عدت بقى الساعة اللي قال عليها بالدقيقة والثانية، لقيته بيقول لي: أنا هنزل بقى، خلي بالك على نفسك واقفلي الشقة كويس. محمود، ما تخليك معايا، ده انت حتى ما كملتش الساعتين 3 اللي انت بتيجي تقعد معايا فيهم، ليه ساعة واحدة بس؟ معلش يا حبيبتي، اصلي ما قلتلهاش النهارده ان انا هتأخر. انا نازل بقى، نازل عشان الوقت ما يسرقنيش اكتر من كده. واكتشفت، اه اكتشفت ان الشخصية القوية اللي شدتني ليه قوي دي وحببتني فيه جدا، مستخبي وراها واحد ضعيف، ضعيف قوي، ماشي بالساعة حرفيا، علشان ما يخليهاش تحس بأي حاجة، علشان ما يزعلهاش منه. بيعمل لها ألف حساب وحساب على كل كبيرة وصغيرة، وكأنها أمه مش مراته. وتاني يوم لما جالي، ده اللي حصل ما بيننا. ايه يا محمود، هنخرج النهارده بقى زي ما اتفقنا؟ لا يا علا، معلش، خليها مرة تانية، خلينا يعني معظم الوقت في البيت هنا. انا برتاح وانا معاكي هنا اكتر، وان شاء الله هبقى اعوضها لك. ما تقلقش يا محمود، انا والله كنت هقولك نروح اي مكان بعيد، علشان يعني ما حدش من طرفك يشوفنا. مش قصدي حبيبتي خالص، لا مش قصدي، اصل انت فعلا وحشاني، وعاوزه اقعد معاكي اكتر وقت هنا في البيت لوحدنا، بدل ما نضيع الوقت في الخروجه. هو طبعا عنده حق، هما تقريبا كلهم على بعضهم 3 ساعات اللي بشوفه فيهم، لو خرجنا هيضيعوا في الطريق. وعدوا ال3 ساعات هوا، هوا ما حسيتش بيهم. وهو نازل بقى قلت له: ما تنساش يا محمود، امسح المكالمات اللي ما بيننا النهارده، والشات كمان، اصل انا بعت لك رسائل النهارده عليه، خلي بالك بقى علشان لو حد مسك موبايلك. كويس انك فكرتيني يا حبيبتي، انا كنت ناسي خالص، ربنا يكملك بعقلك يا رب ويخليكي ليا. هو ينزل من هنا، هو انا قافله على نفسي من هنا، احبس نفسي بايدي. وطبعا يعني بعد ما يروح ممنوع اي مكالمات او رسائل. حسيت اني زعلانه على نفسي قوي، مش مبسوطه. عدى 6 شهور على الحال ده، وفي يوم كلمني محمود، وده اللي حصل ما بيننا. انت فين يا محمود؟ انا بقالي يومين مش عارفه اوصلك، ولا عارفه عنك اي حاجه. معلش يا علا، كنت ملخوم قوي مع نبيله، في حوار كده يعني. حوار؟ حوار ايه؟ هما الولاد كويسين؟ الحمد لله كويسين، بس بس ايه؟ خير يا محمود، انت قلقتني. نبيلة حامل، وانا بصراحة يعني ما كنتش عامل حسابي على الوضع ده خالص. عرفت منه الخبر واتصدمت، ما بقتش عارفة ارد اقول له ايه. هو معاه ولدين منها، وكانوا مكتفيين بكده قوي. صراحة يعني انا من جوايا غيرت، المفروض ان انا اللي اكون مكانها، انا اللي اكون حامل مش هي. قفلت معاه وانهارت من العياط، زعلانة قوي، مقهورة على نفسي. واليوم ده جالي، ولما جه ده اللي حصل ما بيننا. انا حسيت انك اتضايقتي لما عرفتي انها حامل، فقلت اجي اطمن عليكي. لا عادي، انا هتضايق ليه؟ ربنا معاها ويقومها بالسلامه. انا عارف ان ساعات الوضع ده مش بيكون مريحك، بس اعمل ايه، انا ظروفي كده. ساعات؟ ساعات يا محمود؟ لا، انا الوضع ده مش مريحني دايما. فين حقي فيك؟ انت قلت لي قبل الجواز انك هتقدر تفتح بيتين،
وتقريبا يعني انت كنت تقصد ماديا وبس، لكن البيت بيبقى فيه حاجات تانية كتير قوي غير الفلوس يا محمود. انا يا علا صرحتك بظروفي كلها، عرفتي كل حاجة عني من البداية، انا ما ضحكتش عليكي. اه انا عارفة، بس التطبيق بقى في الواقع صعب قوي يا محمود. انا نفسي اعيش حياتي معاك، عاوزة اخرج من غير ما نختار مكان مقطوع علشان محدش يشوفنا فيه. نفسي اكلمك وقت ما احب، اشوفك وقت ما احب، عاوزة انام على المخدة وتكون انت جنبي، تبات معايا هنا. كل ده حقي، انا ما طلبتش اكتر من حقي. اهدي بس يا علا، اهدي شوية يا حبيبتي، انا مش عاوزك تبقي بالشكل ده. كل اللي عمله انه كان بيحاول يهدي فيا وبس، من غير اي تعليق على كلامي ولا حتى وعد بان في اي حاجة هتتغير. وطبعا ردوا على اي حاجة، انت عارفة ظروفي من البداية ووافقتي عليها، خلاص بتشتكي ليه؟ وهنا بقى افتكرت كلمة ماما، إني هبقى درجة تانية في كل حاجة. فعلا ماما كان عندها حق، وعدى شهرين على نفس الحال، وفي يوم جالي وقلت له: ها بقى، النهاردة إيه؟ هتقعد معايا ساعتين ولا 3؟ إيه يا علا مالك؟ هو أنت بتتكلمي كده ليه؟ أنت كمان بتسأل؟ أنت بقالك أسبوع ما جتليش وما كلمتنيش غير مرتين 2، ما جاش في بالك إن ممكن يجرالي أي حاجة ومحدش يحس بيا؟ ما جاش في بالك تطمن عليا؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده. ليه؟ ليه يا محمود ما كنتش باجي في بالك؟ ليه ما بتحاولش تخطف دقيقة في أي وقت تطمن عليا فيهم؟ ورد عليا، اقنعني، لأني مش مقتنعة بأي أعذار. أقنعك بإيه بس يا علا؟ أقولك إيه؟ قولي إن أنا مراتك، اقنعني إن أنا مراتك. مراتك دي يعني تهتم بيا، تراعي مشاعري، تراعي وجودي في حياتك. حتى لو أنا زوجة تانية فأنا برضو ليا حقوق عندك، حتى لو أنت مش معترف بيها الحقوق دي. هو أنت ليه مصممة تفسري التصرفات على مزاجك أنت وبس، كأننا مش متفقين على كل حاجة من البداية؟ هي الكلمة اللي أنت بتقولها لي في كل مناقشة علشان تثبت لنفسك إنك مش مقصر في حاجة، وإنك مش جاي عليا وترضي ضميرك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو أنت عاوزة إيه يا علا؟ خلاص يا محمود، ما بقتش عاوزة حاجة، أنا عاوزة أتطلق. طلقني يا محمود. أنا طقطها، قلتها وأنا عمري ما كنت أتخيل أبدا إن في يوم هقولها له. حاول يهديني شوية وقال لي: يا علا أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك أبدا. طيب ها، هتعمل إيه بقى علشان أنت بتحبني؟ أنت عاوزاني أعمل إيه يعني؟ عاوزة أعمل إيه؟ أكيد يعني مش عاوزاك تطلقها، بس أنا عاوزة حقي فيك. عارف يعني إيه حقي؟ وأنا مش هقدر أعمل أكتر من اللي أنا بعمله ده، هو ده آخر يا علا. كلمته نهت كل حاجة وقضت على كل حاجة جوايا، وكانت نتيجتها طبعا إن إحنا اتطلقنا. أخدت حقوقي بس اتعلمت درس عمري ما هنساه. اوعي اوعي تقبلي أبدا تبقي زوجة تانية ملكيش حقوق، ودايما انت الطرف الخسران في الحكاية دي. وده لأن سعادتنا ما ينفعش أبدا تتبني على تعاسة ناس تانية، على بلاطة يعني يا جماعة. اللي ما نرضاهوش على نفسنا يا ريت ما نرضاهوش على غيرنا. وافتكري دايما، زوجة تانية درجة تانية. ودي كانت قصتنا النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة. ولو وصلنا لحد النهاية ما تنسوش تدعموني باللايك.